السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة شراك مسكر بطريقة سهلة ومقادير بسيطة، والعجينة تاعها تجي مبسة تذوب في الفم، والحشو الطري معسل، والتسكر تاعها ما يبش يبقى مدة طويلة. صدقوني هاد الوصفة أكتر من رائعة. شوفوا معايا الفيديو للأخير، وإذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي جيم وأبوني. نروح المقادير وطريقة التحضير. في ريسيبيون نحط 3 كيلات تاع الفارينة، انا كيلت بهذا الكاس. نزيد عليهم مغرفة تاع سكر كلاصي، نزيد عليهم نص مغرفة تاع لافاني وقرصة تاع الملح. نخلط كامل النواشف مع بعض. من بعد نزيد عليهم كيلة ناقصة صباع تاع السمن، نفيضو بالزيت. نبسس العجينة تاعي. هنا تبالكم باللي تعجنت شادة روحها، بصح لا دوك كي نزيدو المزهر تبدا تتلايم مليح. نزيدو المزهر بالتدريج. انا دات لي نص كاس تاع مزهر. هذيك العجينه تاعي بعد ما طمت، دوك نجي نشكلها كريات وزن 30 غرام. بعد ما نكمل نحطها في الفريجيدير تريح على الاقل ساعتين. نجيو للحشو. هنا عندي 3 كيلات كاوكاو محمص ومرحي بقشورو مع كيلة تاع السكر. نخلطهم. الكاوكاو لازم يكون مرحي رقيق، ما يكونش خشين. نزيد عليهم مغرفة صغيرة تاع مارغرين مع مغرفة صغيرة تاع قرفة. انا هنا درت مغرفة صغيرة خاطرش الكيلة صغيرة. نتوما الا درتو كيلة كبيرة ديروا مغرفة كبيرة. نجي نلايم بالمزهر، نلايم فيه ونعجن باش يدوب لي كامل هذاك السكر. اولي كيفاه يجي القوام تاعها. انا هنا كنت وزنت الحشو تاعي وزن 12 غرام، حطيته ريح ساعتين، من بعد شكلته على شكل حربوش. دوك نبداو نديرو في الشراك تاعنا.
نفتحوا العجينة تاعنا بالطول، من بعد نحطوا الحربوش من داخل، لازم تضغطوا على الأطراف وتروليو، من بعد نغلقوها مليح من الفوق باش ما يخرجلناش الحشو، بعد نبداو نروليو فيها، نضغطوا على الأطراف وفي الوسط نخليوها خشينة بهذه الطريقة. شوفوا هاوليك الشكل تاعها. هاوليك نفتحوا العجينة بالطول، نحط فيها الحشو، نروليه في نفس الوقت نضغط على الأطراف، من بعد نغلقها كامل من الفوق، نبدأ نرولي فيها، نضغط على الأطراف وفي الوسط نخليها خشينة، من بعد نديرها هكذا بهذا الشكل. شوفوا بعد ما كملتهم ثقبتهم كامل من الفوق، حطيتهم في الثلاجة يريحوا مدة 20 دقيقة باه كي نحطوها طيب في الفور ما تفسدناش لافورم نتاعها. نحطوها طيب على 180 درجة، كي تتحمرنا من التحت نشعلوا لها الفوق تزيدي تحمرنا شوية ونحيوها. اي ليك بعد ما طابت الحلوى تاعنا، هنا نحكم كاس مزهر نزيد عليه 2 مغارف تاع السكر ومغرفة تاع الفارينة، من بعد نغطس الشريك تاعنا ونحطوه يتقطر، من بعد نحطو في السكر الناعم نغطيه من الفوق ونخليه حوالي 5 دقائق. هنا نبدأ نضغط عليها ونحي في الزائد تاع السكر الناعم غير بالعقل، ما تخافوهاش، صح العجينة مبسة بصح ما تتكسرش معنا. أوليك الشارك تاعنا بعد موجود نقسم معاكم الحبة تشوفوها، نتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب تاعكم. ما بقى لي غير نقولكم شهيتكم بالصحة والهنا، نتلاقاو إن شاء الله في وصفات أخرى.